عند العرب. وعندك اللغات المرذولة عند العرب، الكشكشة والكسكسة وهذه. وش المقصود بها يا شيخ؟ الكشكشة كيف مرضونة؟ ترى احنا نتكلم كذا مثل ما تجدون الآن عند كثير من كيف حالكس. لا هذا ترى عندهم في القصيم، واحنا نقول كيف حالش اللي هي الأخرى، وهي يعني وطلعت لهجات مردولة وطلعنا منها. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لم يجي شيء من هذا القرآن. لكن أنا اللغة القديمة كانوا يقولون كيف حالكس. ما هو لا، يتركون الكاف ويزيدون السين، أو يتركون الكاف ويزيدون الشين. لا احنا نغير. أنا فاهم. مهما بعدت عن جزيرة العرب تبعد اللهجة الدارجة عن الفصيحة. ومن المشارق يا شيخ من الأقرب؟ أهل مكة. اليمن أهل مكة. جرثومة العرب. جرثومة بمعناها العربي الأصيل، وليس بمعنى الجرثومة. ما في العرب جراثيم. المتكلم منكم بالعربية فيميل لسانه إلى الدارجة ويخرج عن الفصحى من غير أن يشعر هو أنه خرج، فيخرج ويدخل وهو ظان أنه لم يخرج، لأن تقارب قرب اللهجة من اللغة، قرب دارجته من اللغة العربية لم يشعره أنه خرج من اللغة إلى الدارجة. نحن هذا البعد لا يمكنك أن تخرج من غير أن تفطن إلى أنك خرجت. وضع التمايز بين اللغة، وهو تمايز واضح على أن اللغة عندنا الدارجة كثير من مفرداتها هي مفردات العربية، لكن لعله التركيب في الجمل وسرعة النطق هو الذي يكون به عسر. هذا الإشكالية عند بعض الدعاة سواء في السعودية أو في اليمن أو في غيرها، أحيانا أثناء الدرس، بل أحيانا في خطبة الجمعة، وهذا يكثر عند المصريين أكثر من غيرهم، لأني أنا ملاحظ هذا حتى عند المبرزين منهم، فتجد أنه باللهجة الدارجة وينسى أنه الآن أصبح يعني مشهور على مستوى العالم وله مريدون من أصقاع الدنيا، فتجد أنه ينسى هذا فيخاطب الجمهور مثلا المصري أو الجمهور المغاربي أو الجمهور اليمني أو كذا، وينسى أنه هذه الآن يخاطب الألف ينزل. أي نعم، أصبحت هذه المقاطع منتشرة في كل مكان، يعني بحكم المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. أعتقد أن هذا من اللهجة المصرية. لذلك هذه حيثية عند لغة قريش ليست عند غيرهم، فلذلك كتب القرآن على جمع لما جمع أبو بكر وعمر وعثمان جمعه على لغة قريش. وماذا عن قول صلى الله عليه وسلم لعهد بن مسعود أن أراد أن يسمع غضا طريقا؟ ولكنها قراءة ابن أم عبد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه حتى القرآن قال نزل، يعني أن الله أنزل القرآن حتى على لغة أهل اليمن، يعني وقرأ على تخوف، يقول أن قريش لا تقول ذلك، فقال دعني من أباطيلك هذا، فإن الله لم يقل جعلوا شناترهم في صناراتهم، وإنما قال جعلوا أصابعهم في آذانهم. لأن لغة اليمن أنا أشوفه، أنا أقول الذي لي والذي علي. ولو أي نعم، ولو كنت مجاملا أحد جاملت قومي، ولكن فين جبت شناترهم في صفاراتهم. بدعوى الجاهلية. والشيخ بين السقرواني فكبالجبوب وخذ المزبار بشناترك واجعل جحمتيك إلى قيهلي فلا أنبس بنفسها إلا أودعتها في لمضة رباطك. هذا ألماني ولا؟ فيقال إن الفيروزابادي صاحب القاموس إمام كبير أئمة اللغة كان عند قوم فأرادوا أن يضعوا منه، فقالوا يا فلان ما معنى قول علي رضي الله عنه كذا؟ قال معناه يا غلام ألصق عدرتك بالصلة وخذ المزبار بأباخسك واجعل حندورتك إلى قيهلي فلا أنغي نغية إلا أودعتها في حماطة جلجلانك. يعني معظم القبائل هل هي قحطانية في المغرب ولا عدنانية؟ حسب استقراءك أو فهمك
هو العرب الذين جاءوا بعد الإسلام هم عدنانيون، لكن الأمازيغ الذين هم السكان الأولون للمغرب هؤلاء اختلف النسابون في أصلهم، وعند طائفة من النسابين إنهم من حمير. من الأمازيغ ما شاء الله. منين يا شيخ؟ ولذلك نحن منين يا شيخ الكلمة غفرة؟ الأمازيغ من اليمن. احنا دابا انت امتى جيتي لامريكا؟ 2006 يعني قريتي في المغرب. قريت في المغرب. اشنا اول درس في التاريخ تيقريو فيه؟ سكان الأصليين ما قلتيش انا؟ أمازيغ. هو هذا أيوة. سكان المغرب الأولون هم البرابرة أبناء أمازيغ أتوا إليه من اليمن والشام عن طريق الحبشة ومصر. الله والله عندنا مشاكل. تعالوا ما أن تجمعوا الراتب وإلا سجنتكم. فتمالؤوا بينهم قالوا والله احنا نرى ان احنا نسلم ونعلن اسلامنا فتسقط الجزية. فقالوا والله احنا اجمعنا امرنا سنعلن الاسلام. فاخذ الجنبي الخنجر قال والله لو واحد منكم يسلم لو يسلم احدكم اطعنه بالجنبي. الان ذكرتوا تسلموا لما جاء وقت الراتب ابقوا على ما انتم ادفعوا الجزية. هذا كان جحا عندنا. نمرة. هذا نمرة. ليس ضيرها بذلك الضير. نعوذ بالله من غربة في موضع لا نتحول فيه. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار. قد أسلم أو كان معجبا بالإسلام إلى درجة أم أنه كان فقط؟ لا هذا ليس. هذا ذكره بعض لا ليس. هو كان يدعي هذا. هو كتب في رسالة فرقها على أهل مصر في ذلك الزمن، لكن ليس بصحيح. لا ليس بصحيح. وما أخذ من قوانين الإسلام وكذا واستفاد. أخذ نعم. هو القانون الفرنسي الذي يعرف الآن بقانون نابليون. نعم. هو مأخوذ من الفقه المالكي. نابليون ذهب به من مصر. هذا بشهادة المؤرخين الفرنسيين. عجيب.